السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الخامس الابتدائي، بإذن الله بنتابع مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم بايبت، كتاب المعاصر، وكمان الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات. بإذن الله اللي يحب يتابع هتلاقوا كل حاجة موجودة على القناة ومترتبة في قوائم. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي ونبدأ يونت 1 الوحدة الأولى من كتاب المعاصر. الوحدة الأولى بتاعتنا بعنوان فود، الطعام، nature، الطبيعة، and culture، والثقافة. يبقى عندي المقطع T U R E بنطول chur nature culture nature اللي هي الطبيعة، culture اللي هي الثقافة. يبقى عنوان الوحدة food، الطعام، nature، الطبيعة، and culture، الثقافة. نبدأ كده مع بعض lesson 1 الدرس الأول بتاعنا بعنوان Life along the Nile، الحياة بامتداد أو بطول نهر النيل. Where life flows، يعني أين life اللي هي الحياة flows يعني يتدفق. عندي هنا vocabulary المفردات بتاعتنا، الكي vocabulary المفردات الأساسية أو الرئيسية. عندي هنا في البداية جايب لي الأعشاب المائية water weeds، water أو water اللي هي المياه، weeds اللي هي الأعشاب، water weeds اللي هي الأعشاب المائية، water weeds اللي هي الأعشاب المائية، water weeds الأعشاب المائية. بعد كده يصطاد hunt يصطاد أو يطارد hunt. نهر النيل the Nile River، عشان هو واحد بس جبت قبل منه the، ونايل ان capital letter الحرف الكبير، وريفر كمان الار capital letter. the Nile River اللي هو نهر الايه؟ نهر النيل. حشرات insects، حشرة يعني insect. لو أنا قلت حشرات insects ما بنطقش التي، insects حشرات. تمساح crocodile يعني تمساح. بعد كده جايب لي هنا بعض الادجكتيف، بعض الصفات. قوي strong قوي. صغير جدا أو ضئيل كده في الحجم tiny. ملون colorful color color اللي هو لون، ضفت لها FUL جبت منها الصفة بقت ايه؟ colorful ملون، ملون colorful. كبير في الحجم large كبير في الحجم. مخيف scary مخيف scary مخيف. مختلف different مختلف. بعد كده extra vocabulary المفردات والكلمات اللي هي الإكسترا اللي هي الإضافية أو اللي هي بتكون زيادة بس بتساعدني في فهم الدرس. مخلوقات أو كائنات creatures create يعني يخلق أو يبتكر أو يبدأ. أنا هنا المفروض حذفت الإي وضفت URES بقت creatures. عندي هنا TUR منطقة creatures اللي هي المخلوقات أو الكائنات. creatures مخلوقات أو كائنات. الطيور birds الطيور birds. دور أو وظيفة role دور أو وظيفة role. نباتات plants نباتات plants. أنا عندي plant ممكن يكون بمعنى يزرع أو نبات، لكن لو هي اسم وجمعتها بالشكل ده بقت plants نباتات. البشر humans البشر البشر. بعد كده عندي تصريف الأفعال conjugation of verbs تصريف الأفعال. عندي أفعال regular اللي هي الأفعال المنتظمة، و irregular اللي هي الأفعال
منتظمة. الأفعال المنتظمة بحصل عليها إما بإضافة حرف الدي لو الفعل بينتهي بالإي، أو بضيف حرفي الإي والدي لو الفعل مش بينتهي بالإي، أو بضيف الآي والإي والدي. بضيف الآي والإي والدي لو الفعل بينتهي بالواي وقبل الواي حرف ساكن بحذف الواي وبضيف الآي إي دي. طب لو الفعل بينتهي بالواي وقبل الواي حرف متحرك بسيب الواي زي ما هي وبضيف الإي والدي زي play كده played played. شوف كده الأفعال اللي وجدها البريزنت في المضارع ده التصريف الأول، والباست الماضي ده التصريف الثاني للفعل. يبقى على قيد الحياة survive يبقى على قيد الحياة. الفعل بينتهي بالإي بضيف له حرف الدي يبقى survived يعني بقى أو ظل على قيد الحياة. يؤثر على affect مفيهاش حرف جر، هي كده على بعضها في المعنى بتاعها حرف جر لكن ما بتاخدش حرف جر، يبقى الفعل ما بياخدش حرف جر، لكن effect اللي هو الاسم هي اللي بتاخد حرف جر. يبقى affect على بعضها كده يؤثر على ما بتاخدش حرف جر. affect ضفت لها الاي والدي، أثر على. يحمي protect حمى protect ضفت لها الاي والدي. يتدفق flow تدفق flowed ضفت لها الاي والدي. عند الأفعال اللي هي irregular الغير منتظمة في البريزنت المضارع وفي الباست الماضي. يأتي come أتى came يجد find وجد found يحافظ keep حافظ kept يعرف know عرف knew. بعد كده تعبيرات وحروف جر هامة important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. موطن لي home to يقوم بدور هام play an important role يعني يقوم ب an important role يعني دور مهم play an important role. ملوك النيل kings of the Nile kings اللي هم ملوك النيل اللي هو the Nile kings of the Nile يبقى home to موطن لي يقوم بدور مهم أو بدور هام play an important role. ملوك النيل kings of the Nile على امتداد النيل أو بطول النيل along the Nile. ماذا عن what about ماذا عن. بعد كده عندي هنا نقاط هامة على نصوص القراءة والاستماع main points on listening and reading texts. الموضوع بتاعنا along the Nile River ده topic يعني الموضوع، يبقى الموضوع بتاعنا بيكلمنا عن along the Nile River بامتداد أو بطول نهر النيل. عندي هنا guiding words الكلمات الإرشادية. الكلمات الإرشادية عندي fish سمك colorful ملون. The small fish السمك الصغير in the Nile River في نهر النيل are so colorful بيكون زاهي وملون جدا أو للغاية. It يأكل weeds اللي هي الأعشاب المائية. The small fish السمك الصغير eat weeds يأكل أو يتناول الأعشاب الصغيرة. The small fish eat weeds. birds الطيور insects الحشرات birds الطيور eat small fish الطيور تأكل السمك الصغير insects والحشرات and even وحتى plants النباتات near the river بالقرب من أو القريبة من نهر النيل. fish السمك وطيني ضئيل أو صغير كده في الحجم. big fish السمك الكبير eat smaller fish بياكل السمك الأصغر. insects الحشرات and tiny creatures وكمان الكائنات أو المخلوقات الصغيرة in the water في المية. crocodiles اللي هي التماسيح kings الملوك crocodiles التماسيح are the kings هي ملوك of the Nile هي ملوك النيل التماسيح هي ملوك النيل. crocodiles are the kings of the Nile. strong قوي scary يعني مخيف crocodiles التماسيح are very strong يعني قوية جدا and scary وكمان بتكون مخيفة للغاية. عندي
عندي هنا بوب كويز، اختبار قصير كده على الفوكابيولاري، على المفردات بتاعتنا. عندي هنا بيقول تشوز، اختر ذا كوريكت انسر، اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1 butterflies اللي هي الفراشات are colorful، بتكون ايه؟ ملونة. الفراشات دي بتكون ايه؟ crocodiles تماسيح، pets حيوانات أليفة، insects حشرات، plants نباتات. طبعا بتكون ايه؟ بتكون حشرات ملونة، insects اللي هي الحشرات. رقم 2 birds طيور are نقط that can fly، الطيور ايه؟ ان هي تقدر تطير. الطيور دي بتكون ايه؟ بتكون plants نباتات، seeds يعني بذور، weeds اعشاب، والcreatures كائنات. طبعا بتكون ايه؟ كائنات او مخلوقات لكنها بتقدر ايه؟ تطير. creatures مخلوقات. رقم 3 tigers اللي هي النمور to survive in the forest. tigers النمور ايه؟ ان هي تحيا او تتعايش في الغابة. hunt يصطاد، recycle يعيد تدوير، repair يصلح، draw يعني يرسم. طبعا هنا tigers النمور hunt يعني بتصطاد، النمور كده بتصطاد عشان ان هي تحيا او تتعايش في الغابة. رقم 4 the نقط hole was too small كانت صغيرة جدا for a mouse أو بالنسبة للفأر to get through. يبقى عندي هنا بيقول لي ايه اللي كانت صغيرة؟ الحفرة، يبقى the hole اللي هي الحفرة، ثقب أو حفرة. كانت لارج كبيرة، ولا colorful ملونة، ولا tiny ضئيلة أو صغيرة جدا، ولا big كبيرة؟ طبعا كانت tiny يعني صغيرة جدا. الحفرة دي كانت صغيرة جدا بالنسبة للفار لكي get through يعني يعدي منها كده أو يعبر منها. بعد كده رقم 5 بيقول لي هنا crocodiles التماسيح are huge بتكون ضخمة and وإيه كمان؟ التماسيح ضخمة وسمول وصغيرة، مينفعش أقول ضخمة وصغيرة. scary مخيفة، tiny ضئيلة كده في الحجم، old كبيرة أو قديمة. طبعا بتكون إيه؟ scary بتكون كمان scary يعني مخيفة. رقم 6 some animals بعض الحيوانات كانت لا تستطيع إيه؟ in very cold weather في الطقس البارد جدا. بعض الحيوانات ما بتقدرش إيه في الطقس البارد جدا. بعض الحيوانات ما بتقدرش. tidy يعني مرتب أو يرتب. shout يصيح. paint يدهن. ولا survive يعني يحيا أو يتعايش. بعض الحيوانات ما بتقدرش إن هي تتعايش في البيئات اللي هي بتكون very cold يعني بتكون إيه؟ بتكون باردة جدا. رقم 7 the small fish السمك الصغير in the Nile river السمك الصغير في نهر النيل are السمك الصغير في نهر النيل ده بيكون ايه؟ السمك الصغير في نهر النيل بيكون scary مخيف، ولا colorful ملون، ولا very large كبير جدا، ولا hunting crocodiles يعني بيصطاد التماسيح. لا، السمك الصغير بيكون ملون. ما ينفعش اقول على السمك الصغير ان هو مخيف ولا كبير جدا ولا بيصطاد تماسيح، يبقى ايه؟ colorful ملون. نيجي بعد كده الجزء الخاص ب listening and reading القراءة او الاستماع والقراءة. listen and read استمع واقرأ. يقول لي هنا where life flows حيث تتدفق الحياة. where life flows حيث تتدفق الحياة. أحمد and ليلى أحمد وليلى are talking about بيتكلموا عن life الحياة in the Nile river الحياة في نهر النيل. الاتنين مع بعض بيتكلموا عن الحياة في نهر النيل. look at the small fish هو هنا أحمد بيقول لها انظري إلى السمك الصغير in the Nile river في نهر النيل. they are so colorful الأسماك الصغيرة دي بتكون ملونة جدا. هنا ليلى ردت عليه وقالت له ايه؟ يس نعم. do you know هل تعلم that small fish ان السمك الصغير eat plants بياكل النباتات in the water اللي موجودة في المية. these are يوجد called أو these are called يعني هذه النباتات اللي موجودة في المية اسمها الأعشاب المائية water weeds. يبقى these are called إنها تدعى أو تسمى water weeds الأعشاب المائية اللي هي السمك الصغير بياكلها. أحمد قال لها that's interesting هذا ممتع وشيق أو مثير للاهتمام. what about birds ماذا عن الطيور what do they eat
ماذا يأكلون؟ الطيور دي بتاكل إيه؟ هنا ليلى ردت عليه وقالت له birds الطيور eat fish أو small fish. الطيور بتاكل السمك الإيه؟ الطيور بتاكل السمك الصغير. insects والحشرات and even plants حتى النباتات near the Nile اللي هي بتكون قريبة من نهر النيل. هنا أحمد قال لها واو رائع. what about big fish؟ ماذا عن السمك أو الأسماك الكبيرة؟ هنا ليلى ردت عليه وقالت له they eat smaller fish إنها تأكل السمك الأصغر. الأسماك الكبيرة بتأكل السمك الأصغر منها. وإنسكس والحشرات and tiny creatures وكمان المخلوقات اللي هي الصغيرة أو الكائنات الصغيرة in the water اللي هي الموجودة في الماء. أحمد قال لها and crocodiles والتماسيح what do they eat؟ ماذا تأكل؟ هنا ليلى قالت له they eat fish التماسيح بتأكل السمك birds الطيور and sometimes وأحيانا larger animals وكمان أحيانا بتأكل الحيوانات الأكبر that come near the water. أحيانا بتأكل الحيوانات الأكبر في الحجم كده اللي بتقترب من الإيه؟ من المياه. هنا أحمد قال لها huge crocodiles التماسيح الضخمة are scary بتكون مخيفة. do any animals hunt them؟ هل أي حيوانات تانية بتصطادها؟ يعني في حيوانات تانية بتصطاد التماسيح بتاعة النيل أو التماسيح؟ قالت له not really ليس تماما they're the kings of the Nile إنهم ملوك النيل. they're هنا بتعود على مين؟ على التماسيح. they're the kings of the Nile. هنا أحمد بيقول لها it's amazing إنه مذهل أو رائع how all animals إزاي كل الحيوانات in the river اللي في النهر find food بتجد الطعام to survive لكي تحيا أو تتعايش. يعني عندي هنا it's amazing يعني حاجة بتكون مدهشة إن إزاي كل الحيوانات اللي هي موجودة في نهر النيل بتلاقي الطعام بتاعها لكي تحيا أو تبقى على قيد الحياة. هنا ليلى ردت عليه وقالت له each animal كل حيوان plays an important role بيقوم بدور مهم. That's why ولهذا السبب we must protect the river ينبغي علينا أو يجب علينا إن احنا إيه؟ إن احنا نحمي نهر النيل. عندي هنا أول سؤال بيقول لي هنا إيه؟ What do birds eat؟ يعني هنا بيقول لي إيه؟ البيردز اللي هي الطيور بتاكل إيه؟ What do birds eat؟ طبعا هو هنا بيقول لي birds الطيور eat small fish بتاكل السمك الصغير insects الحشرات and even plants حتى النباتات near the river بالقرب من نهر النيل. هنا بقى جايب لي كده سؤال أنا اللي هجاوب عليه What do small fish look like؟ عايز يقول لي هنا السمك الصغير ده بيشبه ايه او بيكون شكله ايه look like يعني شكله ايه. طبعا بيكون ملون جدا they are so colorful يبقى they are اللي هو السمك الصغير so colorful بيكون ملون ايه ملون جدا. بعد كده عندي هنا الأسئلة الخاصة بكتاب المعاصر نبدأ كده نجاوب مع بعض. شوز اختر رقم 1 نقط in the Nile river ايه اللي في نهر النيل are called بيدعى أو يسمى water weeds اللي هي الأعشاب المائية animals الحيوانات insects الحشرات plants النباتات fish اللي هو السمك. طبعا اللي هي النباتات الموجودة في النهر يبقى النباتات الموجودة في النهر هي اللي بتدعى أو بتسمى water weeds الأعشاب المائية. رقم 2 humans البشر need water بيحتاجوا للمية food والطعام and air والهواء too عشان ايه؟ البشر أو الناس محتاجين المية والأكل والهواء عشان ايه؟ swim يعوموا harm يؤذوا أو يضروا live يغادروا ولا survive يعني يتعايشوا أو يبقوا على قيد الحياة. طبعا to survive يعني لكي يتعايشوا أو يظلوا ويبقوا على قيد الحياة. رقم 3 huge crocodiles التماسيح الضخمة are the kings نقط the Nile هي ملوك النيل the kings of ملوك the kings of ملوك النيل. the Nile النيل is home نقط many بيكون موطن للعديد من different animals العديد من الحيوانات المختلفة. موطن ليه اسمها ايه؟ اسمها different أو هنا بيكون home to على بعضها كده اهي home to مصطلح كده بمعنى موطن لي.
نيجي بعد كده بيقول لي read that text، اقرأ النص and answer وأجب the questions على الأسئلة. أحمد and his family، أحمد وعيلته went on a trip، يعني ذهبوا في رحلة to أسوان، الرحلة دي كانت لأسوان. They went by train، هم ذهبوا بالقطار on their way، وفي طريقهم they enjoyed، استمتعوا the Nile River، بنهر النيل. It's one of the longest rivers، هو أحد أطول الأنهار in the world، في العالم. They saw، هم شافوا different kinds of colorful fish، يعني أنواع مختلفة من الأسماك الملونة. small fish، السمك الصغير. eat plants، يأكل النباتات in the water، اللي هي الموجودة في المية. These plants، هذه النباتات are called water weeds، بتدعى أو تسمى الأعشاب المائية. They also saw، وكذلك هم بيشوفوا different kinds of birds، أنواع مختلفة من الطيور. و birds الطيور eat small fish، الطيور بتاكل السمك الصغير. insects، والحشرات and even plants، وحتى النباتات near the river، اللي بتكون قريبة من river، من النهر. من أسوان، وفي أسوان they saw، هم شافوا crocodiles، التماسيح. crocodiles، التماسيح are the kings of the Nile، هي ملوك النيل. أحمد's father، والد أحمد said قال إيه؟ that they should keep the Nile river clean، ينبغي عليهم إن هم يحافظوا على نهر النيل يكون clean، يكون نظيف. بعد كده تشوز، اختر the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. عندي هنا رقم 1 أحمد and his family، أحمد و his family وعيلته وانتوا راحوا لفين؟ أحمد وعيلته راحوا لإيه؟ طبعا راحوا لأسوان، يبقى رقم 1 هنا أسوان. رقم 2 the underline word small، كلمة small يعني صغير. is the opposite of، هي العكس من، يبقى small العكس منها ايه؟ عكسها large يعني كبير، لكن دي بعميق. short قصير. old قديم أو كبير في السن، أنا عايزة العكس، عكس صغير وهي large كبير. بعد كده عندي رقم 3 يقول لي هنا ايه؟ how did أحمد and his family go to أسوان، أحمد وعيلته راحوا لأسوان ازاي؟ هنقول هنا they went by train، راحوا بالقطار، يبقى they went by train، هم راحوا بالايه؟ بالقطار. رقم 2 summarize، لخص the text، لخص الايه؟ لخص النص in one sentence، في جملة واحدة. لو عايزين ان احنا نلخص النص بتاعنا في جملة واحدة، شوف كده أول جملة عندنا بيقول لي هنا ايه؟ تعالوا كده نجيبها. هنقول أحمد and his family، أحمد وعيلته went to a trip to أسوان، راحوا لرحلة إلى أسوان. يبقى كده خلينا نحددها. أحمد and his family، أحمد وعيلته راحوا في رحلة كده لأسوان. دي كده إجابة السؤال نمبر 4، رقم إيه؟ رقم 4. بعد كده عندي السؤال الخامس what do birds near the Nile eat، اللي هي الطيور اللي بتكون قريبة من النيل eat بتاكل ايه؟ الطيور اللي قريبة من النيل بتاكل ايه؟ طبعا هنجيبها برضو من الفقرة. تعالوا كده اهي birds الطيور eat بتاكل small fish السمك الصغير insects الحشرات and even وحتى plants النباتات near the river اللي هي بتكون قريبة من ايه؟ بتكون قريبة من النيل. يبقى دي كده إجابة السؤال نمبر 5، رقم ايه؟ رقم 5 كده إجابة السؤال الخامس. نيجي بعد كده يقول هنا punctuate يعني رقم. عندي هنا سؤال الترقيم the Nile river، يبقى the زي ما هي Nile هعمل ان كابيتال river is important، يعني نهر النيل بيكون ايه؟ بيكون مهم. اعمل في النهاية كده point او full stop. بعد كده what do crocodiles eat، التماسيح بتاكل ايه؟ عندي هنا اول حرف W بيكون كابيتال letter، وفي النهاية question mark علامة ايه؟ question mark علامة ايه؟ استفهام. بعد كده عندي الجزء الخاص بنص الاستماع. يقول لي هنا نستمع كده للنص. يقول لي listen
and write. استمع واكتب true or false، صح أو خطأ. هنسمع النص وبعد كده نشوف الجملة اللي عندي دي صحيحة أو خطأ. نسمع كده. The Nile River، نهر النيل is the longest river، هو أطول نهر in the world، في العالم. يوجد different kinds of fish، يوجد أنواع مختلفة من الأسماك living بتعيش في نهر النيل. different fish، الأسماك المختلفة eat water weeds، بتاكل الأعشاب المائية. we need to keep the Nile River clean، محتاجين إن احنا نحافظ على نهر النيل يكون نظيف and safe، وكمان إيه؟ وكمان آمن. نيجي هنا بقى نجاوب على الأسئلة اللي عندنا. عندي رقم 1 بيقول لي إيه؟ The Nile River، نهر النيل is the shortest، هو أقصر river، أقصر نهر in the world، هو أقصر نهر في العالم. لا، هو longest، هو أطول نهر في العالم. يبقى العبارة ديت false، خطأ. رقم 2 there are different kinds of fish، يعني يوجد أنواع مختلفة من الأسماك live in the Nile River، بتعيش في نهر النيل. الكلام ده true صحيح، يبقى أول واحدة false والتانية true. رقم 3 different fish، الأسماك المختلفة eat water insects، بتاكل الحشرات المائية. طبعا false، خطأ. هنا false إيه؟ false، خطأ. رقم 3. رقم 4 we need to keep the Nile River، إحنا محتاجين نحافظ على نهر النيل clean، نظيف and safe، وآمن. الكلام ده إيه؟ الكلام ده true، صحيح. بعد كده عندي كلمات وهنوظفها داخل الفراغات أو النقاط اللي عندنا. يلا كده بيقول لي هنا ايه؟ read، اقرأ and complete، وأكمل the text، النص with the words، باستخدام الكلمات in the box، من داخل الإطار. crocodiles اللي هي التماسيح، Nile اللي هو النيل، birds الطيور، hunt يعني يصطاد، water weeds اللي هي الأعشاب المائية. عندي هنا the Nile River، نهر النيل. the Nile River، نهر النيل is full of life، مليء بالحياة. you can see، تقدر تشوف large، نقط ايه الكبير، that نقط fish and other animals، بتقدر تشوف ايه الكبير واللي ايه للأسماك والحيوانات المختلفة. طبعا تقدر تشوف اللي هي large crocodiles، التماسيح الضخمة. يبقى crocodiles اللي هي الايه؟ التماسيح. عندي هنا crocodiles، crocodiles، تقدر تشوف التماسيح الضخمة ذات نقط واللي هي ايه؟ بتصطاد الأسماك والحيوانات الأخرى. يبقى hunt يعني يصطاد، بتصطاد الأسماك والحيوانات الأخرى. tiny نقط fly near the water، ايه الصغيرة كده في الحجم اللي بتطير بالقرب من المياه. طبعا اللي هي ايه؟ الطيور الصغيرة. يبقى tiny طالما بتطير يبقى الطيور، يبقى tiny birds اللي هي الطيور birds. بعد كده and small fish، والسمك الصغير eat green نقط، بياكل ايه اللي لونه اخضر؟ ايه اللي لونه اخضر؟ طبعا water weeds اللي هي الاعشاب المائية water weeds. water weeds اللي هي الاعشاب الايه؟ المائية. بنكمل كده. بيقول هنا it's a busy place، بيكون مكان مزدحم جدا. where every creature، حيث إن كل مخلوق أو كل كائن plays a part، يعني بيقوم ب a part، يعني بيكون له دور. protecting the river، يعني دور كده في حماية الإيه؟ في حماية أو حماية النهر. helps، بتساعد all these amazing animals survive، حماية النهر بتساعد
كل هذه الحيوانات المذهلة لكي تحيا أو تتعايش. بعد كده put the words، ضع الكلمات in the correct order في الترتيب الصحيح. عايزين نرتب، هنقول هنا إيه؟ we must يجب علينا، we must يجب علينا protect إن إحنا نحمي، يجب علينا إن إحنا نحمي the Nile River، the Nile River، the Nile River اللي هو نهر الإيه؟ نهر النيل. رقم 2 small صغير eat يأكل and وفيش السمك birds الطيور insects الحشرات. هنقول هنا birds الطيور eat بتأكل small fish بتأكل السمك الصغير. birds eat small fish. birds الطيور eat تأكل small fish. birds eat small fish الطيور تأكل السمك الصغير وكمان الحشرات and insects والحشرات. بعد كده بيقول هنا write a paragraph، اكتب فقرة of 40 words من 40 كلمة using مستخدما the words الكلمات below بالأسفل. هنتكلم عن crocodiles التماسيح، نستخدم كلمات اللي هي guiding elements اللي هي العناصر الإرشادية أو الكلمات اللي هنستخدمها. fish السمك، kings يعني ملوك، Nile river اللي هو نهر الإيه؟ نهر النيل. هنتكلم هنا عن crocodiles التماسيح. crocodiles التماسيح are big and strong animals، حيوانات ضخمة وكبيرة في الحجم وقوية. they live التماسيح بتعيش in the Nile river في نهر النيل. they eat fish التماسيح بتاكل الأسماك. birds الطيور and animals والحيوانات near the river بالقرب من النهر. they are the kings of the Nile هي بتكون ملوك النيل. huge crocodiles التماسيح الضخمة are scary بتكون إيه؟ بتكون مخيفة. كده حبايبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا، يا رب ينال إعجابكم. أشكركم على حسن استماعكم، أتمنى لكم التفوق الدائم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.